احنا النهارده في سيشن رقم 3 من سيشن سيمباتكس. اعرفكم بنفسي بس الاول. انا عبد الرحمن ابراهيم، مهندس تصميم ميكانيكي وسي او اند فاوندر اوف انوفاتكس. انوفاتكس عباره عن ايه؟ احنا ستارت اب بنسعى ان احنا نقلل الجاب ما بين الثيوريتيكال نوليدج وما بين والله الستودنتس والتكنيكاليتي والحاجات دي كلها، بحيث في النهايه يكون والله لو الستودنت فهو قدر يعرف ايه اللي في سوق العمل، قدر يعرف ايه هو اللي محتاج يعرفه فعلا. والله مش مثلا انا هبتدي مجال الصيانه، طب مجال الصيانه طبعا في ايه؟ ما هو مجال الصيانه ده في حاجات كتير. ابتدي منين؟ اروح فين؟ القصه دي كلها بنحاول ان احنا نقلل الجاب ده عن طريق السيشنز دي. كمان بنقدم طبعا كورسات بتكون بسعر منخفض خالص. بنحاول كمان نقدم شويه سيرفيس. مش عايزين نخش في تفاصيل قوي، بس هو المين تراك بتاعنا ان احنا بنحاول نقلل الجاب عن طريق السيشنز. احنا في النهايه فيرتشوال بلاتفورم، السيشنز بتاعتنا بتكون اونلاين، بحيث اي حد في اي مكان يقدر يشوفها، يقدر لو عنده مثلا مجال معين يحب يعرف عنه يقدر يتواصل معانا. كده كده كل الشباب اللي مسجله او كل الناس اللي مسجله على الفورم هنبعت لهم ايميلات بخصوص في اي مجال حابب يعرف عنه، اي سؤال تكنيكال نحب بنسال ناس مختصه. مثلا زي باشمهندس مصطفى، بنتواصل مع الباشمهندسين دولت، والباشمهندسين فعلا بيكونوا على قمه من التعاون وقمه من الاحترام، فعلا بيحاولوا يساعدونا وبيبقى عندهم استعداد انهم يجاوبوا فعلا على اسئلتنا. فالنهارده معانا سيشن صراحه جميله جدا جدا جدا. انا الصراحه من وانا حتى في الكليه كان نفسي حاجه شبه دي تكون موجوده. معانا باشمهندس مصطفى. النهارده السيشن هنتكلم عن مجال الصيانه. ما لقيتش افضل الصراحه، والله فعلا بامانه ما لقيتش افضل من باشمهندس مصطفى يكلمنا عن مجال الصيانه. هو يعني انا هسيب طبعا الباشمهندس نفسه. هندي بس بريف عن الباشمهندس. الباشمهندس سي اون فاوندر اوف ميثاق، وكمان هو مينتنس اند مانجمنت كونسلتنت. انا احب ان الباشمهندس يعرف نفسه بحيث يتكلم على يعني خبرته. يعني هو باشمهندس والله غني عن التعريف، بس انا احب ان الباشمهندس يعرف نفسه. اتفضل يا باشمهندس. الاول اشكرك، خليني اخش في الماتيريال. اتفضل. ويعني هبدا بقى كده على طول ان شاء الله، نتوكل على الله. نبدا. الاول بس احنا عايزين يعني نتكلم النهارده على المحاضره بتاعتنا، وهنتكلم على الكونتنت بتاعنا. قبلها بس هعرف نفسي سريعا كده عشان لو حد مش عارفني. الاول سريعا كده، يعني انا اسمي مصطفى محمود، انا مهندس ميكانيكا خريج 2010، شغال بقى يعرف اكتر من 14 سنه في المجال، ما بين صناعات غذائيه وصناعه سيارات ورخام واجهزه منزليه. كنت مدير اداره اكتر من 9 سنين ما بين العربي وشركه اسمها لوجيك ستون. شغال في مجال التدريب من 2017، دربت اكتر من 2000 مهندس وفني في اكتر من 20 شركه، شركات كبيره وشركات متوسطه زي العربي، زي سافولا، زي حديد عز، زي بوريك، زي المنيري، زي طيبه. يعني الحمد لله كان لينا باع. يعني الراجل سي ام ار بي، سي اس دبليو بي، شغال بنقدم برامج في اكتر من حته. خلينا نخش على طول في الموضوع ويلا، عشان ده هو الهدف من البروجرام. احنا النهارده هنتكلم في ويبينار اسمه فاونديشن اوف مينتنس مانجمنت. اسمه فاونديشن اوف مينتنس مانجمنت ان شاء الله. مده السيشنز تكون ساعه. بعد كده هيكون في اسئله اللي هي خاصه بالفورم، ثم بعد كده الكيو اند اي بتاعت حضرتك. ده اللي احنا هنشتغل فيه. هنبدا اول حاجه في 3 اسئله كده بساط. اللي هي يعني هتكتبوا لي الاجابات بتاعت الاسئله دي في الشات. ثم هتكلم عن حاجه اسمها بزنس اند مانجمنت، لان البرزنتيشن بتاعتنا اسمها فاونديشن اوف مينتنس مانجمنت. يعني قاعده المينتنس مانجمنت لازم نكون احنا فاهمين بزنس اند مانجمنت كويس. بعد كده هتكلم ان انت بقى عشان ايه هي خطوات ادارتك للصيانه او اي عمليه بشكل عام. ثم هنتكلم ايه هو الاستراتيجيك فريم ورك اوف سكسس، ازاي احنا ايه هو الفريم بتاع النجاح اصلا لاي مؤسسه، وازاي احنا نبدا نعمل ديفلوبنج للبيرسونال بتاعتنا، وازاي احنا نعمل تريننج بلان لنفسنا اصلا بره الشغل. ثم هناخد الفورم كويستشنز، ثم هناخد الكيو اند اي. ده كده الايه الكونسبت بتاعنا باذن الله تعالى. فخلينا رجاء من حضراتكم هنقول السؤال، ثم هنقعد يعني 30 ثانيه كده تكتبوا لنا الاجابات بتاعتكم في الشات. فاول سؤال بيقول of the following what is the best method for measuring employee skill and training. ايه اللي من الجاي ده افضل طريقه لقياس مهارات وتدريب موظف عندك؟ الموظف ده ممكن يكون في الصيانه، ممكن يكون في الانتاج، في الاوبريشن، في الكواليتي الى اخره يعني. فهنا هل ان هو يقدر يعمل بينتين السكيل انفنتوري اند تراكنج داتابيز؟ تمام. دي افضل طريقه ان هو يقيس بيها مهارات الموظف والتدريب اللي محتاجه. ولا ان هو يسال الموظف اسك امبلوي تو ترين تو كيب ا تريننج نوت بوك، ان هو الموظف ده يبدا يكتب بقى في النوت بوك تريننج بتاعته. او ان هو كيب ريكورد اوف فورمال تريننج كورس تيكن، ان هو يبدا يسجل الكورسات اللي خدها. او ان هو هاف امبلوي كومبليت انيوال سيلف ايفالويشن، يخلي الامبلوي يعمل السيلف ايفالويشن السنوي لنفسه. فالاجابات حضراتكم بعد اذنكم مع التشات تجاوبوا على السؤال ده. صراحه اجابات محترمه، اجابات عظيمه كلها. احنا بنحاول احنا على قد ما نقدر ان احنا نعمل ايه شير النولج. عظيم جدا، عظيم عظيم عظيم. هي الاجابه فعلا هي زي ما احنا قلنا.
هي ايه؟ اوف ذا فولوينج ذا بيست ميثود فور ميجرنج امبلوي سكيلز، افضل طريقه ان انا اقيس بيها مهاره الموظف او التدريب اللي محتاجه، ان انا يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ سكيل انفنتوري. يعني ايه سكيل انفنتوري؟ يعني مخزن مهارات، بنقول عليه ايه؟ السكيل ماتريكس. ايه هي مصفوفه المهارات اللي انت من خلالها تبدا تشتغل؟ فاحنا الراجل ده محتاج يكون عنده ايه؟ سكيل ماتريكس. تمام، لازم يعمل مينتيننج للسكيل ماتريكس ويعمل تراكنج للداتا بيز بتاعته، علشان من خلالها يقدر يشوف هو بيتحسن ولا ما بيتحسنش.